قائمة منتخب مصر لمعسكر اكتوبر علشان تصفيات افريقيا. الحقيقة ان انا من اوائل الناس اللي بتدعم حسام حسن بشكل كبير جدا، وشايفة ان هو لازم ياخد فرصته كاملة ومحدش يتدخل في اي قرار هو يتخذه مع منتخب مصر، سواء القرار ده عاد على المنتخب بالايجاب او بالسلب، مادام في الاخر هنشوف نتيجه. لكن اللي مش قادر افهمه لما يكون عندك محترف مصري بيلعب في اقوى دوري في العالم، بل تدرج فيه، وحاليا هو كابتن فريقه وبيشارك بشكل اساسي وبيلعب مركز 6 زي ما الكتاب ما قال، عنده خبرات ويقدر يفيد المنتخب، وانت ما تضمهوش لمجرد ان هو مش هيفهمك باللغه بتاعتنا، يبقى حضرتك عندك مشكله كبيره جدا. لان احنا بنشوف منتخب زي المغرب بيتكلموا فرنساوي وتقريبا 3/4 محدش فيهم بيتكلم عربي، ما سمعناش حد بيشتكي من موضوع اللغه ده. نفس الكلام في تونس، نفس الكلام في الجزائر. فايا كان ده مش مبرر انك تستبعده. تام مرسي من افضل اللعيبه اللي تقدر تجيبهم في المركز ده لو ما كانش اكتر واحد مناسب للمركز ده في منتخب مصر. حتى الراجل لما اتسال في تصريح قال ان هو دايما جاهز، يعني الراجل بالبلدي بتاعنا